صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هيقول ايه. والنهارده كده يعني جوله كده في المطبخ ان شاء الله، بعد ما نعلق زينه رمضان بقى ونرتب حاجتنا كده على الرخامه ونحط كمان التوابل بتاعتنا. فالنهارده الفيديو كده حلو قوي، اتمنى يعجبكم. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا بقى كده نشوف طقم التوابل القمر ده. قلت لكم هطلعه كده معاكم في فيديو واوريكم ايه مكوناته عباره عن ايه وكده. بصراحه اختصرت لكم اول الفيديو كده علشان انا فضيته كله من العلب بتاعته. كان في كرتونه يعني اللهم صل على النبي، كرتونه كده داخليه فيها البطرمانات كلها. ففضيتهم بقى وغسلتهم كويس جدا، عشان زي ما قلت لكم حاجات المطبخ ادوات المطبخ كلها اهم حاجه تتغسل قبل ما تستخدميها، وخصوصا يعني اول غسله انت. لكن اول لما تيجي بقى كده يعني على بعض المحل اللي انت شاريها منه، فلازم ايه تنظفي حاجتك كويس علشان تبقي مطمنه وتعرفي ان حاجتك اصلا نظيفه. فانا طبعا غسلتهم كده وسبتهم يتصفوا، واللي كان عايز لسه ينشف نشفته كده على طول بالفوطه. وقلت ايه اعبي كده التوابل بتاعتي اللي انا كنت جايباها في خزين رمضان. طبعا عندي بابريكا وعندي بهارات فراخ، وعندي كمان شطه وفلفل اسود وكمون وكزبره وكركم وكاري والحاجات دي كلها. فكل ده بقى ايه قلت افضيه كده. وطبعا البطرمانات يعني اللي حسيتها صغيره شويه كنت بملى مثلا حاجتين، يعني مثلا الفلفل الاسود ملي منه بطرمانين او 3 كمان. فالحاجات اللي عندي زياده يعني مليته كله بصراحه. والزيادات بقى اللي عندي حطيتها في بطرمانات عاديه خالص، اللي هي البطرمان بتاعه الصلصه او بتاعه طقم التوابل القديم بتاعي. فعبيت بقى كده كل حاجه، وطبعا كانوا مشرفيني كده جنبي مالك ولوسيندا كل شويه يهزوا في الكاميرا حقهم عليا. فهنا بصوا بقى كنت بتاكد ان هو يعني محكم الغلق، وبصراحه حلو قوي يعني بيتقفل مش اللي هو بيتضغط. الطقم بتاع القديم كان الغطا اللي هو الخارجي ده بيتضغط كده، فكان من السهل اللي هو ممكن مثلا حد يفتحه من العيال او كده. لكن ده بيتقفل كده كويس قوي زي ازازه الميه كده، فاهمين؟ فكده بقى خلاص عبيته كله ونظمت كده حاجتي، ودي كانت اول حاجه ايه خلصت في المطبخ. بصوا بقى انا عملت كده تلاتات، يعني التوابل اللي هي الزياده عملت منها تلاتات وفي اتنينات كده. طبعا معظم الحاجات الصفرا دي كاري وكركم وبهارات كبسه والكلام ده، فكلها بقى طالعه هنا لون واحد. بصوا بصراحه حلو قوي. اول لما جبته وفتحته كده حسيت بطرماناته صغيره زي ما قلت لكم، بس وانا بعبي يعني ما شاء الله حلو، مش صغير قوي زي ما كنت متخيله. كمان شكله يعني شياكه كده. بصراحه ما كنتش عايزه احطه على الرخامه، هو ليه طبعا على الرخامه وكل حاجه عشان المطبخ عندي فيه اسود، واللهم صل على النبي، والديكور اللي هو على الرخامه من ورا ده برضو في اسود وكده، فهو لايق. بس المشكله عندي ان انا رخامتي صغيره، فانا كنت عايزه احطه في الرف اللي فوق يبقى قدام ايدي، وخاصه اللي هو ساقيه فهيمشي قدامي كده على طول اي حاجه هعرف اجيبها. بس بقى ما لقيتوش دخل، يعني واقف على تقريبا 2 سنتي 3 سنتي وكان يخش في الضرفه. لكن غير كده بقى قلت خلاص مش مشكله ايه احطه تحت. بصوا بقى هنا انا بصراحه كنت عاملاه في يوم لوحده وده يوم تاني يعني. هنا بقى كنت غاسله كل البطرمانات اللي عندي اللي هي الفردانيه اللي هي بتاعه الصلصه وبتاعه الصلصه والمربى والحاجات دي. فكلها دي بقى كنت غاسلاها غسله كده محترمه. وكمان التوابل بتاعه القديمه، ده الطقم القديم. ده بقى اللي تبقى منه يعني. عندي كمان 2 تقريبا مع دول، هو كان طبعا 12 بطرمان برضو، بس كله بقى اتكسر يعني. فقلت كويس الطقم الجديد ده اكريليك، فالحمد لله يعني ان شاء الله مش هيتكسر مني كتير. فاللهم صل على النبي. فعبيت بقى كل الحاجات الزياده برضو فيه. قلت ايه يعني عشان مش عايزه الاقي عندي اي اكياس في الضرفه فوق، يعني قلت عايزه كله بطرمانات نظيفه كده. هنا بقى طبعا زي ما شفتوا الفيديو اللي فات، اللهم صل على النبي، في فيديو تنظيف المطبخ البطرمانات اتكسرت مني. فكنت انا بقى شايله البطرمانات الصغيره دي، اصلا ده طقم كبير يعني، طقم توابل بشاي وسكر وقهوه بزياته وازازه خل وملحتين صغيرين. مش عارفه الناس اللي متابعاني من القناه القديمه اكيد عارفه الطقم ده. كان عندي كده على ستاند خشب، وكنت بحطه برده على الرخامه، بس طبعا نظرا ان الرخامه بتاعتي صغيره فانا شيلته وكنت بس مطلعه الشاي والسكر والقهوه وحطاهم بس قدامي على الرخامه. فقلت بقى اطلع كده البطرمانات الصغيره دي، ده كان بتاع الملح والفلفل تقريبا، او الملح والفلفل. فطلعتهم كده بقى غسلتهم غسله حلوه لانهم اصلا كانوا مركونين من بدري، بقالهم بتاع سنتين تقريبا مش بستخدمهم. وحطيت فيهم الشاي وحطيت التاني القهوه. فقلت كده يبقى عندي برضو الشاي والسكر والقهوه برضو على خامه قدامي. حطيت بقى كده قدامهم السبرتيه دي اللي محمد كان لسه جايبها برضو جديده. واللهم صل على النبي. وحطيت بقى ايه
عربيه الفول دي قلت اعبيها في ملح وفلفل وكده، كنت افضل من هنا لهنا. بعد كده بعد ما فضيت الفلفل الاسود بصراحه بقى قلت لا كفايه بقى ايه الشويه اللي انا فضيتهم دول، ولما انزل اجيب بالزياده واعبي بقى الحاجات دي عندي علشان تكفيني مده محترمه، يعني يكون عندي بهارات وما احتاجش ان انا اشتري حاجه لما انزل واخسر بقى ايه من ميزانيه الشهر الجاي والاسبوع الجاي والكلام ده. ان شاء الله نعمل مع بعض ميزانيه حلوه لشهر، داخلين على شهر ايه، على شهر 3 باذن الله. ليه بقى هتكون بقى شامله نص رمضان يعتبر والعيد والكلام ده كله، فننزل برضو كده نجيب مشتريات حلوه مع بعض. هنا بقى ده كده كان شكله الرخامه، ودي الدليه السودا دي طبعا طلع عينها معايا. عارفين ليه؟ لان هي وقعت مني ورا المطبخ وما كنتش عارفه اجيبها، فاتهلكت بقى شويه ورا المطبخ، وبعد كده جبتها وقلت بقى ايه يعني انضفها كده واستخدمها. بس عليها كده كام نقطه من قدام انا لحد دلوقتي مش عارفه ايه هما، مسحتهم بمنديل كده مبلول زي ما هي برضو مش عايزه تروح. فقلت بقى مش مشكله المره دي يعني هعلقها بقى في المطبخ وخلاص، وبرضه هتدي منظر حلو. بما اني بقى منزلتش يعني جبت استيكرات للمطبخ زي السنه اللي فاتت، كنت حاطه استيكر كده اشكال يعني اللي هي الفوانيس والكلام ده وبكار وكده، كنت حطاهم ورا البوتاجاز. فقلت بقى بدل ما اسيب ورا البوتاجاز فاضي لا استغل المكان ده واحط الدليه كده بقى في دخله المطبخ، هتدي منظر حلو قوي. وفعلا حطيت فيها دبل فيس، كنت بفكر ادق لها بس قلت السيراميك هيتبهدل وكده، فعلقتها بدبل فيس على طول وعلقتها ورا البوتاجاز. هنا برضو حطيت كده الصينيه دي كانت متشاله، عايزه اقول لكم كنت ناسيها خالص، كانت متشاله في حاجات رمضان وكده وطلعتها. وبصوا بقى الفانوسين الصغننين دول حطيتهم برضو على الرخامه. وهنا بقى في الجنب كده حطيت الفوطه علقتها، الفوطه الجديده اللي هي الصفرة دي بتاعت بطوط، وحطيت كمان عليها المقشه والجرو. جمعت يعني حاجه بطوط على مسمار واحد. هنا بقى كنت بوريكم البوتاجاز ده خلاص نضيف، انا برضو كنت منضفاه يعني قبل ما اصور على طول. دخلت بقى كده غسلت شويه المواعين اللي عندي ولمعت المطبخ وكنست بالمكنسه ولمعت البوتاجاز وخليت الدنيا ايه نضيفه، وقلت عشان اعلق معاكم نزينه على طول ما نرجعش بقى نعمل تنظيفات مع بعض. ده بقى المفرش بتاع الاكل اللي انا كنت جايباه معاكم، فرشته كده هنا بصراحه البوتاجاز كمنظر بس، وبعد كده ايه هشيله يعني مش هسيبه هنا طبعا على طول، بس حبيت يعني اوريكم رسمته واوريكم شكله عامل ازاي. هنا بقى بصوا المنظر ده، بصوا منظر يعني انا مش مستوعبه ده ايه، كميه نمل بطريقه عندي في المطبخ ما تتوصفش، مع اني حالا لسه عامله السيراميك كله ملمعاه، فبصراحه مش عارفه ايه ده. فلو حد بقى يعرف يعني يحل النمل ده اعمل معاه ايه يقول لي، بس انا بصراحه بيصعب عليا ان انا اموت النمل اصلا. انا من الناس اللي بصوا يعني خاصه النمل يعني مستحيل اروح اجيب مبيد عشان اموته، فمش عارفه اعمل معاه ايه. هنا بقى علقت كده الزينه دي، ده كان من فرع اصلا جديد معلقناهوش خالص، فعلقته كده في المطبخ من فوق. وكمان اللهم صل على النبي هعلق كمان فرع ليد كده برضو بتاع المطبخ، كنت لسه شايلاه اصلا من قريب، قعدت في المطبخ فتره طويله فشلت بقى، قلت عشان لما نخش على رمضان كده انضف بقى واعلقه ويبقى ايه شكله كده جديد وشكله حلو. قوليلي بقى ايه رايكم في المطبخ وايه رايكم في الدلايه اللي متعلقه دي، وادوني بقى كده يعني الدرجة من 10 يا جماعة. هنا بقى المطبقية دي خليتها هنا كده وحطيت عليها كام طبق يعني على قد مثلا الغداء او العشاء او الكلام ده، وحاطه كمان فيها كل كوبايات رمضان عشان تبقى قريبه من ايدي لان اصلا المطبقيه بتاعتي عاليه. هنا بقى بصوا ولعت الليد كده وقولوا لي شكله عامل ازاي، يعني قولوا لي حلو ولا مش حلو ولا ايه. فبصراحه عاجبني يعني، فبرضه قولي لي رايكم، لو في حاجه عايزه تتغير قولوا لي. انا جبته كده من فوق الشباك على ماسوره الغاز ومشيته كده فوق البوتاجاز بس بعيد شويه يعني، نزلته بقى كده من جنب المطبخ بتاحت المطبخ كده الحته اللي هي فوق الرخامه دي. بصراحه شكله حلو قوي وما شاء الله يعني هو كبير فبياخد معايا مساحه حلوه. دي بقى كانت زينه المطبخ وقولوا لي ايه رايكم فيها. هنا بقى دخلت عند التلاجة كده وقلت برضه اوريكم شكلها كده من بره، والاسكار اللي انا حطيتها عليها دي بصراحه مخليه شكلها حلو قوي. وكمان كان عندي مغناطيسات كده صغنونه اللي هي اشكال رمضان برضه حطيتها. يلا بينا بقى ايه نخش على جزئيه المشتريات. تعالوا بقى اقول لكم جبت ايه. اول حاجه طبعا الحاجات دي كنت جايباها اصلا قبل ما ابدا تنظيفات يعني على طول، يعني في جزء منها هكمل بيه يعني، لا تقريبا جبتهم قبل المطبخ على طول يعني هو في نفس اليوم. بس بقى في جزء يعني هيخش بقى الحمام هعمل بيه ايه، جبت فلاش وكده للحمام، قلت بقى عشان افوره كده كله واخليه بيبرق. وبصراحه يعني انا بحب انضف الحمام بالفلاش على طول، يعني الكلور ده بيبقى يومين لكن الفلاش مره ممكن مثلا كل شهر كل شهرين كده. دي بقى اول حاجه كده السبرتيه اللي محمد جابها ومش عارفه اجيبها ليه، ولا كاننا ما عندناش بوتاجاز، بس هو عمال يقنعني ان القهوه عليها بتبقى طعمها احلى. فبصراحه لسه لحد دلوقتي ما جربناهوش، هجربها بقى معاكم ان شاء الله لما يجي ايه ويشغلها، يعني انه
انا اخاف اشغلها لوحدي يعني. جبت كمان ازازه الفلاش دي عشان الحمام، وجبت كمان كيس اوكسي. جبت بصراحه كيس صغير كده علشان الم بقيه الغسيل اللي عندي، لان طبعا انا خلصت تنظيفات وغسيل وكل حاجه، بس قلت عشان يعني النهارده لما احمل عيال وكده ولو هغير ملايه او حاجه يعني احطهم بقى في الغساله واخد دوره على طول. هنا بقى جبت كمان علبة مناديل علشان كانت العلبة اللي عندي خلصت، فقلت بقى عشان ابدل يعني واحطها مكان العلبة الخشب بتاعة رمضان وكده، فاحط دي مكانها. جبت كمان لفتين كده صغيرين للمطبخ، بحب الليف ده قوي، اللي هو بيبقى سفنجة كده رقيقة وفي نفس الوقت بتنضف جدا بصراحة، يعني هي خشنة من بره. كمان الفوط دي بتاعت بطوط اللي انا لسه موريها لكم، وانا بحطها على المطبخ دلوقتي، حلوة قوي برضو، دي كنت لسه شاريها. وجبت كمان اللهم صل على النبي، جبت مناديل بطوط، دي برضو جميلة، دي مناديل يعني مزيل للدهون. دي بقى تلمعي بيها مثلا المطبخ لما تخلصي اكل، تلمعي بيها البوتاجاز، تلمعي بيها الرخامات، بصراحة يعني كفكرة حلوة قوي. فبرضو هجربها واقول لكم يعني تجربتي ليها حلوه ولا لا، بس انا لحد دلوقتي لسه يعني مجربتهاش، فهقول لكم بقى يعني تجربتي ليها كويسه يعني معايا في الاستخدام ولا لا، بس انا متاكده ان هي تبقى حلوه يعني، حتى لو مش هتنضف تنظيف فهي كده هتلمع. تعالوا نطلع منزل كده مع بعض ونشوفها ملمسها. بصي ملمسها كده ميه خالص، وبص ما شاء الله بلمع بيها الرخامه يعني، ادت لمعه حلوه قوي، صح ولا انا متهيألي؟ لا بصراحه ادت لمعه، بصوا في فرق، لا فرق شاسع يا جماعة، جميلة جدا. وكنت جايبها مش غالية، تقريبا ب25 أو 30 في الحدود دي، مش غالية بصراحة. فالمشتريات النهاردة كده ليها علاقة بالتنظيفات يعني، وفي نفس الوقت يعني حاجات انا محتاجاها وعملية وان شاء الله هتنفعني. فبس كده بقى، دي المشتريات بتاعتي. وقولوا لي بقى الفيديو النهارده عجبكم ولا لا، وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكل سنه وانتم طيبين. خلاص النهارده اول سحور رمضان، وباذن الله بقى نبقى نصير مع بعض كده السحور، واليوم بكره كامل باذن الله. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.